الحركة اللي انت شايفها قدامك دي مش 3 مربعات وكل واحد واخد سكيل وعامل يصغر ويكبر. دول عبارة عن حاجة اسمها موديفاير او 2 موديفاير انا حطيتهم فوق بعض عشان يطلعوا الحركة دي على مربع واحد بس. لو جينا هنا ووقفنا هتاخد بالك ان هو ده الاصل والباقي بيتكرر بشكل اوتوماتيك. طيب ده ايه؟ ده حاجة اسمها موديفاير زي ما قلنا من شوية، ودي حاجة احنا عملنا عليها حوالي 8 او 9 فيديوهات هنا على القناة لحد دلوقتي. الحركة دي بسيطة وسهلة، تتعمل في ثانيتين، خطوتين بس، مش تاخد معاك وقت كتير. لكن المهم انك تكون فاهم هي بتتعمل ازاي، هي فايدتها ايه، هي ممكن تنفعك ازاي. ده اللي احنا هنتكلم عنه بشكل سريع ومختصر وقوي في الفيديو ده. خليك معايا، انا احمد صقر، سينيور موشن ديزاينر، وانت بتشوف قناة موشن ويزارد. اول حاجه بنعملها واول حاجه لازم نفهمها ان الموديفايرز دي بتشتغل على الشيب لاير، وبالتالي اول حاجه هنعملها ان احنا هنيجي نعمل شيب لاير بالشكل ده. الشيب لاير بنعملها عن طريق ان احنا ندوس حرف الجي ونعمل شكل حر بالطريقه دي، وبعد كده نعمل الشيب لاير بتاعتنا سواء هتبقى فيل او نضيف لها ستروك، او الستروك ده يبقى جريدينت وهكذا، او مبيبقاش فيه فيل خالص عادي، او ان احنا نخلينا فيل بس ونشتغل ونعمل الشيب لاير بتاعتنا. فهنا هدوس على علامه الفيل، او خلينا نحذف بقى الشكل ده خالص ونرسم بشكل تاني. بدل ما بنرسم بالبين تول ندوس حرف الكيو عشان خاطر نبدأ ان احنا نرسم مربع او دايرة وهكذا. لو جيت عند النص هنا وعلمت على النقطة دي وبعد كده سحبت بالشكل ده، دوست الت كنترول شيفت، هيجيب لي شكل زي ما انتم شايفين الشكل بتاعي منتظم. هدوس هنا زرار الالت واتك على الحتة دي عشان خاطر يبدأ يلغي لي الستروك بتاعي ويبقى عندي فقط الفل بتاعي. بعد كده هقف هنا عند اللير بتاعتي، هشيل اي حاجة انا مش محتاجها. بعد كده هاجي عند ريكتانجل باث بالشكل ده وهقف هنا وهخلي السايز اصغر شويه. بعد كده هزود الراوندنس شويه او ان انا اخليه كده عادي مفيش مشكله، بس عشان خاطر نكمل الانيميشن بتاعنا. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنقف عند اللاير زي ما احنا قلنا. بعد كده بخش عند قائمه اد وبلاقي من اول هنا ميرج باث لحد زجزاج، هي دي قائمه الاوبريتورز او قائمه الموديفايرز بتاعتي. لحد دلوقتي شرحنا كل اللي فات ده، واحنا هنا دلوقتي عند الويجل ترانسفورم وبعد كده الزجزاج. النهارده هنشرح الويجل ترانسفورم. لما احط ويجل ترانسفورم بالشكل ده هلاقي الشكل بتاعي ما حصلش فيه اي حاجه لحد دلوقتي. ليه؟ لان انا محتاج الاول العب في القيم بتاعه الويجل. طيب لو جيت انا لعبت وزودت سرعه مثلا بالشكل ده او زودت اي حاجه، هلاقي برضو ان مفيش اي حركه حصلت معايا، وده لان انا لما باجي اعمل ويجل هنا لازم العب في قيم الترانسفورم بتاعه الويجل مش بتاعه الشكل. خدوا بالكم انا عندي هنا ترانسفورم خاص بالشكل كله، وعندي ترانسفورم خاص بالويجل، وهيبقى عندي كمان ترانسفورم خاص بالريكتانجل. كل شيب لاير او كل موديفاير بيتحط بيبقى ليه ترانسفورم، ده غير الترانسفورم الاساسيه بتاعه اللاير بتاعتي اللي هي البوزيشن والسكيل والحاجات دي كلها. فلو انا جيت هنا لعبت في القيم دي، بعد كده جيت عند الترانسفورم بتاعه الويجل وبعد كده خليت مثلا البوزيشن يتحرك كده او ان هو يتحرك كده، او ان انا لعبت في السكيل كبرته شويه، هبدا الاقي ان حصل معايا ويجل في السكيل. طب الويجل ده عباره عن ايه؟ انا هنا خليت القيمه 42%، الاقيه عامل قيمه عشوائيه لا تتعدى 42 بالبوزيتيف او بالماينس. يعني الشكل ده بيزيد معايا 42% عن اللي موجود او بيقل 42% عن اللي موجود بحركه عشوائيه. والسرعه هنا على حسب الرقم اللي انا حطيته هنا. لو خليت الرقم ده مثلا 50 هلاقي حركه مجنونه بتحصل معايا، ولو خليت الرقم ده 3 او 4 او رقم بسيط هلاقي ان الحركه بتكون بسيطه معايا. ولو جيت هنا مثلا خليت القيمه دي اقل شويه هلاقي الحركه بتبقى اهدى في قيمه اقل. طب الشكل اللي انا عملته في الاول ده كان ايه؟ الشكل اللي انا عملته في الاول ده ان انا حطيت 2 موديفاير مع بعض، وهنا بيجي السحر وبتيجي القوه معايا. لو انا جيت هنا وقفت عند اللاير بتاعتي بالشكل ده ودوست اد ودوست هنا ريبيتر، لما هشوف كده هلاقي ان الريبيتر بدأ يشتغل على الشكل اللي موجود عندي. فلو جينا هنا عند الترانسفورم بتاع الريبيتر وزودنا القيمه بتاعت البوزيشن دي شويه بالشكل ده، هلاقي ان بدأ يحصل معايا الويجل وحصل ريبيتر. طيب الشكل اللي انا كنت عملته في الاول كان بيتحرك بطريقه غير منتظمه وكان شكلها احسن. ده ايه سببه؟ سببه ان كل حاجه بتطبق على الحاجه اللي فوقيها. يعني انا دلوقتي الريبيتر بيطبق على الريكتانجل وبيطبق على الويجل ترانسفورم، فبالتالي كان في مربع موجود بعد كده اتحط ويجل، فالويجل ده اتطبق على المربع فحصل ويجل في السكيل. بعد كده الريبيتر خدت كل ده وبدات ان هي تعمل له ريبيتر. لكن لو انا خدت الريبيتر ده فوق وبعد كده خليت الويجل تحتيه هنلاقي ان الدنيا بدات تبقى مختلفه. لو دوست حرف الفي هنا وجبت الشكل بتاعي ده هنا كده بسطنته شويه وشغلت، هلاقي ان الويجل بيشتغل على كل واحد لوحده، بالتالي بيشتغل بشكل راندوم، فبالتالي بيديني الحركه اللي احنا شايفينها دي. ترتيب الموديفايرز مهم جدا، ترتيب الشيب لايرز برضه بيبقى مهم لو عندي اكتر من حاجه. طريقه تفكيري في التحريك وفي اللي انا محتاجه بيفرق جدا، ودي الحاجه اللي احنا بنركز عليها دايما هنا في القناه، وحتى بركز عليها لما باجي بدي كورسات او في المنتور
شيب، فمهم جدا نكون فاهمين احنا عاوزين نعمل ايه وبنعمله ليه. بكده ناقصنا فيديو واحد في قائمه الموديفايرز هنشرحه ان شاء الله الفيديو الجاي. اشوفكم على خير يا اصدقاء، يا ريت ما تحرموناش باللايك او بالتعليق، ده بيساعد على نشر القناه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.